دييجو فورلان جاب 5 تجوان حرام في كاس عالم 2010 بسبب كوره بايظه. الفضيحه دي خلت الفيفا قررت في 2026 ان الكوره تبقى بتتشحن، ولو فصلت شحن الماتش هيقف. الله، هي مش كانت بتتنفخ؟ ايه اللي خلاها تتشحن؟ وايه اللي وصلنا للجنون ده من التكنولوجيا؟ غير فضيحه دييجو فورلان اللي كان بيشوط الكوره من بيتهم بتخش جون نتيجه ان الكوره كانت بايظه، في فضيحه تانية في نفس كاس العالم. في ماتش انجلترا والمانيا فرانك لامبرت شاط كوره صاروخ خبطت في العارضه ونزلت جوه الجون بمتر كامل. العالم كله والملايين على القهاوي كلهم شافوها جون ما عدا الحكم نفسه. يا جد اتعميت، ده انت طويل واهبل. والنتيجه انجلترا خرجت من البطوله. فيفا لقت نفسها في ورطه كبيره بسبب الكره دي، فعلشان كده قررت تحط فيها حاجه تقول لنا مكانها بالظبط. فالتحدي كان ازاي يحط شريحه جوه كوره من غير ما شوطه من هالاند او مبابي تفرتك الشريحه دي. المهندسين قرروا يكسروا القاعده دي، عملوا كرة المونديال من 4 قطع بس، ودمجوا الشريحة جوه الجلد نفسه وغلفوها بمادة بتمتص الصدمات، حاجة كده زي مساعدين العربية. وعلشان وزن الشريحة ما يبوظش توازن الكرة ويحصل زي ما حصل مع فورلان، حطوا أوزان دقيقة في باقي أجزاء الكرة علشان تحفظ توازنها. طب الشريحة دي بقى بتعمل إيه؟ دي عاملة زي الحساس اللي في موبايلك، لما بتقلب كده الموبايل فالفيديو بيتقلب بالعرض، ده حساس اسمه IMU. هم حطوا حساس زيه بالظبط بس أسرع منه 500 مرة، بيبعت للفار كل حركة وكل لمسة كل اتجاه 500 مره في الثانيه الواحده. في اللحظه اللي الكوره بتعدي فيها بكامل محيطها خط الجون، بتبعت اشاره في جزء من الثانيه لساعه الحكم فبتتهز فيعرف ان الكوره دخلت الجون. وكوره كاس العالم الجديده دي اسمها تريوندا، والتكنولوجيا دي اسمها كونكتد بول. ما تنساش تبعت الفيديو ده لصاحبك اللي بيتحجج بالتحكيم.